كونيتشوا منا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بتم الصحة والعافية. عدنا إليكم من جديد في قناتكم المفضلة، قناة عشيرة الأوتاكو. في هذا الفيديو كالعادة كما تقرؤون في العنوان سنتحدث عن أفضل الأخبار اللي نزلت في آخر فترة في عالم الأنمي، وفي أخبار جد رهيبة، منها عودة توغاشي، وكمان الإعلان عن موسم جديد لأنمي بلو لوك، وكذلك الإعلان عن السولو ليفلينج، شيء معين عن السولو ليفلينج ما أحرق عليكم المقطع. فيب أتمنى تدعموا هذا المقطع، وبدون إطالة أكثر يلا بينا. أول خبر معانا وهو الإعلان عن ريميك لأنمي يايبا، مو كيميتسو نو يايبا بل يايبا. العمل هذا هو أول عمل يحصل على أنمي للمؤلف كونان، مؤلف جوزو أوياما، والعمل الجديد هذا هو ريميك لعمله القديم يايبا. لحد الآن لم يتم الإعلان عن موعد العرض ولا الإنتاج، لكن تشير التسريبات إلى أن الإنتاج سيكون من استوديو ويت. وبالمناسبة فيلم كونان 27 قادم في السينما العربية، وسينزل في يوم 30 مايو. نذكركم أن الفيلم نزل في أبريل في اليابان، وقد وصلت إيراداته إلى أكثر من 10 مليار ين، ما يعادل 65 مليون دولار، فرقم جنوني بالنسبة لأفلام كونان. ورسميا بلو لوك يحصل على موسم ثاني، وسيعرض في أكتوبر، يعني في موسم الخريف القادم. وكجزء من الاحتفالات قدم لنا المانجاكا رسمة احتفالية خاصة بالموسم الثاني. وأذكركم أنه نزل فيلم ناغي قصة جانبية، نزل كفيلم في اليابان، وعن قريب سينزل في السينما العربية، وتحديدا سينزل يوم 27 يونيو. فإذا بدك تشاهد الفيلم سينزل في 27 يونيو في السينما العربية. ورسميا تم تنزيل عرض ترويجي لفيلم باكي هانما ضد كينج ناتشورا، وهذا العمل يعتبر كروس اوفر. ما هو الكروس اوفر؟ الكروس اوفر باختصار هو ان تدمج بين عمل وعمل ثاني، زي كروس اوفر ون بيس وتوريكو ودراغون بول، وفي كثير من الكروس اوفر في العالم الانمي، مثل كروس اوفر يوغي يوغ اللي كان في كثير من الابطال من مختلف المواسم في فيلم واحد. فهذا تقريبا نفس الشيء، كروس اوفر يجمع بين انمي باكي هانما وانمي كينجن اتشورا. ولعشاق ون بانش مان فتم كشف عن صورة جديدة أو ملصق جديد لون بانش مان. البوستر هذا أو الملصق هذا يركز على شخصيات ريجينوس. كالعادة كما أخبرتكم سابقا في مقاطع سابقة أن الموسم الثالث هذا سيكون من إنتاج استوديو جي جي ستار، وللأسف لحد الآن بعد أكثر من سنة وسنتين ولسه ما ذكروا موعد الرسمي، ما في موعد لحد الآن. أيضا لدينا عرض ترويجي جديد لفيلم مونونوكي. بمناسبة الذكرى 15 تم الكشف عن عرض ترويجي جديد لفيلم مونونوكي سيكون بعنوان مونونوك كارا كاسا، والذي سيعرض في يوم 26 يوليو، وسيكون من إنتاج استوديو أوتا. عودة توغاشي وتحديث مانجا هانتر. بعد غياب أكثر من 7 أشهر عاد توغاشي بتحديث جديد حول مانجا هانتر وبالفصل 405، وأعلن توغاشي بأنه بدأ العمل على الفصل 407، يعني عندنا الفصل 405 406 والحين 407. وكل يوم منذ 1 ماي وهو ينزل تغريدة في التويتر أو صورة للفصل أو صفحات، فكل يوم في منصة إكس أو في تويتر بينزل تغريدة. وإذا استمر بنفس السرعة الحالية سيحتاج إلى 25 يوم لإنهاء 10 فصول. تخيل معي 10 فصول يا أخي سينهيها في 25 يوم إذا استمر بهذا المستوى. كمان توغاشي قد وصل 3 ملايين متابع على منصة إكس
مما يجعله أعلى مؤلف ياباني يحظى بمتابعين 3 ملايين يا أخي، ويحتل هو الرتبة 21 كأعلى حساب ياباني متابعة في جميع المجالات. هذا رقم أسطوري يا توغاشي، يعني هو سحبة ولما يعود يا أخي تغريداته تصل مليون، مليونين، 3. أرقام قياسية يا توغاشي، لا في الأنمي ولا في منصات التواصل الاجتماعي. ورسميا لعشاق بوكو نو هيرو سيتكون بوكو نو هيرو من 21 حلقة. الموسم السابع هذا سيكون 21 حلقة. まだだ、生き残るんだ絶対に。すみません、役立たずで。もっと強くなり。 ولعشاق سولو ليفلينج رسميا سولو ليفلينج يحصل على موسم ثاني. لحد الآن لم يتم ذكر الموعد، لكن غالبا جدا إما أنه سينزل في الخريف أو في الشتاء، لأن استوديو اي 1 بيكتور صرح أن الموسم الثاني تقريبا بيخلصوه في هذه الفترة، لما نزل في أواخر سنة 2024 فبينزل في بداية 2025. الموسم الثاني الجديد هذا سيكون بعنوان النهوض من الظل. وتم تسريب مقطع ترويجي جديد لأنمي جرين دايزر، النسخة الجديدة والقادمة في شهر يوليو في موسم الصيف تقريبا. الأنمي هذا سيكون من إنتاج استوديو جاينا الياباني، وكذلك مانجا العربية أو مانجا للإنتاج اللي تعتبر من أصل سعودي. والحلو في المقطع الترويجي هذا أنه تظهر السعودية، شيء أسطوري. الأنمي سيتناول قصة أمير كوكب فليت لكن بتفاصيل وأحداث مختلفة. وبس يا جماعة الخير، أتمنى يكون عجبكم المقطع. كالعادة بدون وصيكم لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك، نشر هذا المقطع في كل مكان، وضع تعليق حلو وما رأيك في المقطع والأخبار، وما هو أفضل خبر بالنسبة لك. شكرا من كل القلب على المشاهدة، ونلتقي في مقطع آخر إن شاء الله. جانا منا.